سلام الله عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة منوعات أم ذاكر. اليوم البنات جبت لكم وصفة حلوة بزاف هايلة بزاف تهب المحشية بكريمة جديدة، وأيضا الشكل كما راكم تشوفوا، وأيضا تزيين مختلف. نتمنى أن تنال إعجابكم الوصفة. ما تنساوش ديروا لي جيم في الفيديو إذا كان عجبكم الفيديو، أيضا خليوا لي تعليقاتكم أسفل الفيديو فضلا وليس أمرا. مكونات الوصفة تاع الصابلي تاعنا: 250 غرام مارغرين، 4 ملاعق كبار تاع زيت، 2 ملاعق كبار كاكاو، و4 ملاعق كبار نشا، وأيضا ملعقة صغيرة تاع خميرة. نحتاج بيضة، ثم نصف كأس عسل، شوية لافاني، وأيضا قرصة ملح، وأكيد الفارينة باش نطمو العجينة تاعنا. هنا في يعني إناء راح نحط 250 تاع مارغرين تاعي، راح نحطها تكون يعني بدرجة حرارة الغرفة. نضربها بالباتور، نضيف العسل، نضرب بالباتور، يعني في كل مرة نضيف مكون ونخلط. هنا راح ندير الزيت، راح نخلط مليح باش ندمج هذيك الزيت مع المارغرين، قرصة ملح مع بيضة، كمية من الفانيلا. هنا راح نضيف النواشف، عندي 2 مغارف كبار تاع كاكاو، 4 مغارف نشا، وايضا ملعقه صغيره معمره خميره كيميائيه. راح نضرب كل شيء مع بعضه. بعدها راح نضيف الفرينه تدريجيا حتى نتحصل على عجينه تكون طريه، يعني ماذا بكم تكون طريه بزاف لانه الكاكاو تاعنا راح يبسلنا العجينه شويه. هاوليكم القوام اللي راح نتحصل عليه. هنا راح نحط العجينه تاعي في ساشي ولا ورق زبدة، هكا باش يسهل علينا أننا نبسطوها بكل سهولة. حنجيب المثلث اللي هو المول اللي راح نستعمله أنا، هو المثلث كما شاهدتوا في بداية الفيديو. راح نقطع مثلثات بهذا الشكل. السمك ما يكونش خشين بزاف لأنه رانا درنا خميرة كيميائية، ويعني راح تتبخرنا شوية هكا، يعني باش كي نلصقوا الحبات يجيو لنا سوا سوا وما تجيش الحبات تاعنا كبيرة بزاف. هنا راكم تشوفوا باللي يعني العجينه تاعنا بزاف هايله، ويعني كي تهزيها ما تخافيش عليها خلاص. هاي ليكم البنات، اذا كان مازال كي تشاهدي في الفيديو ديري لي جيم فضلا. وهنا في الفيديو تاع اليوم ثاني نسيت نقول لك بلي راح نوريك طريقه صناعه الناكري هذاك اللي يحطوه فوق الحلوى، هذاك اللي يبري، يعني بطريقه سهله بلا ما تشريه بمبالغ طائله. حبيت نوري لكم السبك تاع الحلوى تاعي. ندخلهم في فرن على درجة 160 درجة مئوية. راح نحط الحلوى تاعي دائما نحطها في المنتصف الفرن تاعي باش هكا ما يتحرقليش ويطيب لي كامل كيما لتحت كيما الفوق بلا ما نشعل النار من الفوق. هنا باش نخدم الكريمة راح نحتاج تحبوا تستعملوا مارغرين، تحبوا تستعملوا زبدة كيما تحبوا. زدت معها نص كاس تاع عسل، 2 ملاعق تاع كاكاو، شويه لافاني. هنا حطيتهم يعني ذوبتهم، بعدها رجعتهم في المجمد. كي رجعتهم في المجمد عاودوا شغل تجمدوا لي. راح نجيب الباتور، يعني ما نخليش يتجمد لي كليا كليا، مهم يعني هذاك ديك الزبده تاعي تولي يابسه نوعا ما. نجيب الباتور نضربهم ونضيف كميه من السكر كلاصي اختياري، اللي حب يضيف اللي ما حبش. انا يعني حبيت نزيد الحلاوه، وايضا حبيت اني نحصل على قوام يكون يابس شويه. هنا البنات راح نخدم يعني لابوش اللي راح نعمر بها الحلوى تاعي. كما راكم تشوفوا نحاول ندير على الحواجي تاع الحلوى ونخلي فراغ من الوسط هكا باش ندير يعني كراميل، ولا تحبي تحشيها باي حاجه واحده اخرى. انا درت توفيه كراميل. راح نكمل نحشي الحلوى تاعي بطوفيه كراميل. كما قلت لكم تقدروا ما ديروش طوفيه كراميل، ديروها كامل هذه الكريمه.
هنا راح نغلق الحبات تاعي بهذا الشكل، راح نحطهم في المجمد 5 دقائق باش يبردوا لي مليح قبل ما نقلاصيهم. هنا راح نروح نذوب كمية من الشوكولا البيضاء على حمام مائي، وبنفس الشيء راح نذوب كمية من الشوكولا السوداء. ما نكثرش السوداء، راح نكثر من الشوكولا البيضاء. هنا كما راكم تشوفوا حبيت نتحصل على لون بني فاتح اللي راح نطلي به الحلوى تاعي. اذا راح نضيف كميه من الشوكولا السوداء على شوكولا البيضاء حتى نتحصل على اللون اللي نحوس عليه أنا. هنا البنات كما راكم تشوفوا جبت ترانسفير هذا تاع عيد مبارك. هنا راح نحط فيها كميه من الشوكولا، لازم تكون سخونه، باسكو جربت مع الاول درت شوكولا شويه بارد ماهيش سخونه بزاف، ما خرجليش هذيك الكتيبه فيها. حتى نعاودت ذوبت هذيك الشوكولا، سخنتها مليح وحطيتها هذيك الساعه باش خرجت لي هذيك الكتيبه في الشوكولا تاعي. هنا في التغليف راح نحط هذيك الشوكولا اللي درت فيها هذيك الشوكولا البنيه الفاتح، وراح نزيد عليها خطوط من الشوكولا السوداء. على بها قلت لكم ما تذوبوش بزاف شوكولا سوداء لانه راح نحتاجوها فقط لخطوط هذا المكان. بهذا الشكل بغيت نخرج يعني شكل مزركش. بالنسبه للتزيين يبقى اختياري كما تحبوا نتوما. نغلف الحبات تاعي مليح بنفس الطريقه، راح نكمل كامل حبات الحلوى تاعي. انا بزاف عجبني الشكل هذا، يعني ما كنتش مدايره في بالي اني راح نخدم هذا الشكل، ولكن وحده. هنا بعد ما نكمل نزين كامل الحلوى راح نلصق فيه هذوك الحبات تاع الشوكولا اللي خدمتهم بترانسفير. اوريكم اني راح نحط كميه من الشوكولا. اذا كانت الحبات تاع الحلوى تاعي مازال ما نشفتش نحط عليها مباشره، اذا كان نشفت نحط عليها كميه من الشوكولا ونثبتها. هنا البنات راح نخدموا هذاك الناكري ولا هذاك الملون السائل ولا البريون، هذاك السائل اللي يحطوه فوق الحلوى. كما راكم تشوفوا راني جبت هذاك يعني الغبره بريون، هذاك الغبره حطيت عليه نصف ملعقه صغيره تاع زيت، تحطيها هكا بشويه حتى تحصلي على خليط يكون سائل. هنا كما راكم تشوفوا صدقوني كيما اللي نشريوه تماما. هنا راح نستعمل هذا الريشه، يعني درتها سبيسيال تاع الحلوى، يعني شريت هذه تاع الاسنان. كما راكم تشوفوا خرجت كيما اللي نشريوها، بلا ما تروحوا تشريوها باثمان غاليه. شريوا هذاك البريون هذاك الصغير فقط، وديروا شويه فيه شويه زيت، وراكم خدمتوا يعني واحد وكأنه مشري. هنا البنات نكون يعني كملت الفيديو تاع اليوم. اتمنى انه نال اعجابكم وعجبتكم الوصفه، وما تنسونيش فقط من الجام والبارتاج والتعليقات والاشتراك اذا كنتوا اول مره تدخلوا قناتي. وما عليا غير نقول لكم تهلاو في روحكم، ونتلقاو في فيديو قادم ان شاء الله مع قناه منوعات ذاكر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.